اهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم اي مشكله ومش لاقيين لها حل يا ريت تبعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك او هنا في التعليقات، وباذن الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهارده. عندي مشكلة مسببة لي أذى نفسي كبير. أنا أصدقائي قليلين جدا لأني مش اجتماعية أصلا. اشتغلت مع تيم، كنت بتمنى صاحبهم من زمان، لكن كنت بتكسف أبدأ مع حد في العموم. لكن كنت بساعدهم وأشجعهم طول الوقت لغاية ما واحد منهم اترقى وبقى مدير علينا، وفضلت أساعدهم وكانت فترة من أجمل فترات حياتي. لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر مشاكل زي الغيرة والمنافسة الشديدة، واشمعنى بتساعدي ده أكتر مني. كلهم بدأوا يتعاملوا معايا بطريقة وحشة، لحد ما المدير وجه لي كلام اني افسدت التيم وخليتهم متواكلين وكسالى ومش عارف يشغلهم بسببي. وحاليا انقسموا مجموعتين، مجموعة بيعاملوني أسوأ معاملة من منطلق اني عجبة في طريق مستقبلهم، والمجموعة التانية طلبوا مني بشكل صريح اني اشيل شغلهم والا هيعادوني. انا مصدومة لان كل القصة اللي حكيتها لك دي حصلت خلال شهر واحد، وانا ما خدتش بالي من حاجة. وفي نفس الوقت مش قادرة اكمل ومصممة استقيل. المدير مصمم اني اكمل لانه من وجهة نظره ان في شغل كتير معتمد عليا وانا عندي كفاءة عالية فيه، ومتمسك بيا شخصيا لشطارتي. بس للاسف المعاملة من زمايلي من سيء لأسوأ. اتصرف ازاي وازاي اقدر اكمل خطوات الاستقالة بشكل هادي من غير ما حد يزعل او يحصل اي اضطراب في الشغل؟ وازاي اقدر اخرج من حالة الاحباط الشديدة دي واتخطى المرحلة دي بحيث اقدر ابدأ في شغل تاني؟ حاسة ان كده خلاص ما بقتش انفع في شغل ولا في صداقة. لصاحبة المشكلة: من الواضح انك عندك مشكلة في الثقة بنفسك، وحاسة انه دايما انك مش كفاية، ولازم تقدمي طول الوقت تضحيات وتنازلات عشان الناس تقبلك. انت محتاجة اولا تتقبلي نفسك، وتاني حاجة لازم تحطي في بالك انك مش محتاجة تبرري حاجة لحد او تقدمي حاجة زيادة لحد. انت كده فريسة سهلة جدا للنرجسيين، ولازم تستشيري اخصائي نفسي وما تتأثريش نهائي بأي ضغوط، وتحاولي تعدلي سلوكك وتعيدي الثقة في نفسك تاني. وبالنسبة للشغل كملي شغلك وحطي حدود صارمة والتزمي الصمت، ومهما حاولوا يضغطوا عليكي ولا كأنهم بيعملوا حاجة، لأن المشكلة دي للأسف هتلاقيها في كل شغل تروحيه. ولو إني شايفة إنه صعب يحصل كل ده في شهر واحد، وزميلك اللي اترقى أكيد كان أداؤه كويس قبل وجودك في الشركة. وفي النهاية بتمنى لك حياة سعيدة.